سألك موضوع يا حاتم. هذا الرجل شو تريد تتكلم عنه؟ هو قليل الحق. هذا الرجل العراقي الحقيقي الكريم اللي يحب الابداع، يحب كل الناس، يحب العراقيين. قال لي ابقى هنا بدبي. انا سافرت في 2012. قال ابقى لك شهر شهرين، انا اريد اقدم لك شيء يعني مو من فراغ جاي، انت مبدع. قال انا مو جاي بس. قلت له انا ما اتحمل ابو حمود ودوام. قال انا اخذ لك صفقه، خابر لك اخذ لك. يجوز هاي الفتره او هاي النقطه تندمت عليها. يعني لو باقي الرجل هو كان اولا يحبني شاعر ويحبني كشخص، وراد باي طريقه يقدم له خدمه الرجال. يعني قال لي تريد اجل لك فندق، شقه، اقعدك بالفيلا، باب ضحك. هو جاد الرجل. قلت له لا انا عندي خوف. قال اعرف عندك، انا ادري بس انا اريد اخدمك، انت كلش مؤهل. بوقتها كتبت له اغنيه شلون ايام المرنجيه. هي دي مقطع يقول فراقك تعبنا وضيعنا والدنيا بدونك لا معنى. فراقك تعبنا وضيعنا الدنيا بدونك لا معنى. رجعنا لقلبك رجعنا، ما نرهب من غير عيونك، ما نعرف ضحكة ولا بسمة، وجهك في كل لحظة رسمة.